مرحبا بكم مجددا. الله غالب اليوم مانيش عارف النت كيفاش راه، ولا الهاتف ولا سينيال ولا مانيش عارف. المهم راه كل مرة يتبلوكا. ان شاء الله اللايف سيكون على مرحلتين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح يا شباب؟ ايوه الصوت جيد. ممتاز. الله يفتح عليكم. مانيش عارف الى الدباب الالكتروني ولا التليفون خصني نبدله وخلاص. لا النت عندي مليحة. طيب، أهلا أستاذ بلال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الآن واضح الصورة. إذا قلنا سنقسم اللايف إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سنقسم اللايف إلى قسمين. الأولى نتكلم به عموم الناس، هكا نبسطوا اللغة بالدارجة وكل شيء باش يفهمونا. وإن شاء الله القسم الثاني من اللايف يعني ندير 4 ساعة 20 دقيقة. 4 ساعة 20 دقيقة نتكلموا فيه عموم الناس. اش راح يصرى الآن؟ ماذا بيا والله بارتاجو، يعني بارتاجو كيف تقولوا انتم بالعربية ولا بالفرنسي؟ بارتاجو يعني شاركوا. الذي يستطيع أن يشارك اللايف يشاركه حتى يبلغ أكثر عدد من الناس. سأقسم اللايف إلى عام، مع نتكلموا هكا بالعموم، لأني شفت في التعليقات يقولوا لي بسط كثير، ما رناش نستوعبوا بعض المصطلحات الدقيقة، وهو أمر عادي يعني طبيعي. إذا سأقسمها قسمين: قسم نهضر مع العامة عموم الناس، وقسم إن شاء الله بعد 20 دقيقة نوقف التسجيل 5 دقائق، ثم نرجع باش نطرح واحد الأمور دقيقة يعني للناس اللي هم باغيين يتقدموا شوية في الاستراتيجية وفي فهم النظام الدولي وأدواته في تفكيك المجتمعات وأدوات القوة في المجتمعات، وكيف يفككون أدوات القوة في السلطة، وكيف يعتمدون المسائل الدولية المتعلقة بالخلاف والحروب وفض النزاعات. هذه الأمور هذه قال لازم الناس تعرفها يعني. ربما عموم الناس ماشي مهتم بهذا الشيء، لكن اللي راه باغي يفهم واش راه يصرى في الجزائر لازم يطلع على هذه الأمور. راني محضر لكم إن شاء الله بعض الشرائح من بعد في اللايف الثاني، اللي يدرس علوم سياسية وعلاقات دولية، ولا اللي مهتم يبغى يفهم شكاين ولو مشي دارس، فيقعد معنا في اللايف الثاني باش يعني يعمر راسه شويه وياخذ فكره. طيب الصوت ممتاز، الحمد لله. الآن نبدأ في مقاربة بين ما حدث في التجربة المصرية والسيناريو الذي أراه الآن أنا يتبلور الآن أمامنا. الحقيقة هو من طريقين. طريق خطير للغاية غادي نبينوه بلا خلايع، ولكن بلا تهويل كما نقول حنايا. لا حول ولا قوة إلا بالله. السيناريو الثاني اللي كما نقول حنايا نتمناو الافضل. اذا كاين سيناريو تاع السيناريو المصري هذا. كيفاش بدات الثوره المصريه؟ قعدت 2 سنين وهما في مساحات متقاطعه، بمعنى يمشوا مع بعض هما والمجلس العسكري. الشعب برا يسقط النظام وقلعوا حتى مبارك وما كاش مشكله. ف واش كان المجلس العسكري واش كان يدير؟ كان يحاول يستوعب صدمة الشعوب يعني وهي خارجة وكل شيء. يحوس يعني يستوعب ويسحب الجميع إلى مساحاته. لكن الشيء اللي صار أنه في 11 فبراير، نقرأ هنا في 11 فبراير تمت تنحية مبارك. تنحية الرئيس وتنحى ماشي مشكلة يعني، وفض الميدان. أول مرة يفض الميدان. بدأ المجلس العسكري يروح يحوس يدخل، هو يبقى هو مركز السلطة. كان ولا زال هو مركز السلطة. فمن بعد 2 ولا يعني وصل إلى الدرجة القصوى من درجات ضبط النفس،
لأنه في النهاية كان هو في مركز السلطة، وكان الشعب هو راه باغي يدخل السلطة. يعني الشعب هو قال لك يسقط النظام وهما يقلبوا السلطة. الشعب هو اللي يحكم. كانت عوامل أخرى على كل حال، وأحزاب وكل شيء معارضة. الشاهد حنا غادي نشوفوا المسار اللي جا باش نستفادوا منه حنا كجزائريين. من بعد شادر وصل إلى الدرجة القصوى من ضبط السلطة، وجات في ميدان رابعة. جات مندوبة أو مبعوثة الكونغرس الأمريكي اللي هي آن باترسون. هذه اللي من بعد أصبحت هنا عندنا هي السفيرة الأمريكية في الجزائر. سمعوا واش دارت. هذه راحت أقنعت الكونغرس وجمعت 422 مليون دولار كمشروع للثورة المضادة لتفكيك الحراك المصري. هي وآن باترسون وجون ريفكن. آن باترسون هذه سفيرة المبعوثة الأمريكية واللي ولات سفيرة في الجزائر. ومعها جاء واحد جون ريفكن واللي هو مسؤول التمويل في الكونغرس. يتسمى جات العصا وجات الجزرة معها، وهما الذين أقاموا بأنفسهم على فضل الرابعة وعلى فضل الحراك في مصر. فقبلها واش صرا؟ قبل ما يجوا واش صرا أنه المجلس العسكري ولا يتخذ خطوات تصعيدية. دروك هو شاف بأن المواجهة شا غادي يكون، غادي يواجه شعب يتم وراح غادي يروح الانقلاب، غادي يقتل الشعب وتفضح القضية. فبدأ بالتكتيك. أولا بدأ باعتقال مراكز الحراك الفعالة، العقول اللي تنتج الأفكار. بدأ يعتقل المؤطرين، بدأ يعتقل الفاعلين، بدأ يعتقل اللي يروحوا بين الولايات والمحافظات وينسقوا بين القوى الشعبية. بدأ يعتقل رؤوس الأحزاب اللي فعلا معارضة. يتسمى كاع عناصر القوة، العقول القوة في الحراك، واللي اعتقلها. واعتقل حوالي يعني آلاف مؤلفة اعتقلها. والغريب أن الناس ما تحركتش لما اعتقل هذوك الآلاف. المفروض كان الشعب هو يحميهم، فسكتوا. وكي سكتوا كل شيء دار عليهم كما غادي تشوفوا. من بعد واش تدار؟ راح تواصل مع الأحزاب التقليدية، ولا يجلس مع الإخوان يقول لهم باللي نتوما غادي تدوا السلطة، ويجلس مع العلمانيين يقول لهم نتوما غادي تدوا السلطة، ويجلس مع المؤدلجين الآخرين الأحزاب الأخرى يقول لهم نتوما غادي تدوا السلطة، ويعطيهم كاع أسباب القوة. يتسمى يجمع مع هذا ويمنيه، ويجمع على هذا ويمنيه، ويجمع مع هذا ويمنيه، ولا يلعب على هذه المستويات. المجلس العسكري في مصر يعني. ومع أيضا النقابات اللي كان يدورها. وزاد راح جبد من الحراك الشعبي حركات مثل حركة 6 أبريل، وصنع هو حركة مثل حركة كفاية. من بعد راح إلى مستوى أخطر من ذلك. راح حرك ملف الطائفية. على بالك كي راني نقول لكم هذا الشيء من بعد فهمنا كي جات آن باترسون وجون ريفكن من المبعوثين الأمريكيين، مبعوثي الخراب هذو. فهمنا باللي هما اللي كانوا يديروا الثورة المضادة، هما اللي كانوا يخطوا له، ماشي هو اللي كان يخطط. هو كان عاجز، يتسمى هما كانوا يفرضوا عليه هذاك الأمر هذاك. فراحوا زادوا فعلوا له مشكلة طائفية مع الأقباط مصر المسيحيين. وبدا شي يدير، وبدا يتيح لهم المساحات. ارواحوا انتم تاني شركاء في الوطن وشاركوا في السلطه. هما كانوا مشاكل خاطئه، داخلين في الاموال، داخلين مؤثرين في الفكر وكذا، بصح ما كانوش يطمعوا انه يروحوا الى مركز السلطه يعني. فهو طمعهم باللي ممكن يجوا الى مركز السلطه. وشاسرة كي شاف باللي الشعب راه واحد، يتسمى نقل المعركه باش تولي شعب، يتسمى فتنه داخل الشعب. كي جاب لهم الأقباط وجاب لهم العلمانيين، حتى ظهرت باللي يا ودي الأقباط راهم جايين العاصمة، ودار حملة بروباغندا. هو المجلس العسكري بقيادة آن باترسون وجون ريفكن داروا حملة أن الأقباط جايين يحتلوا العاصمة، وأنهم احتلال هذه مبنى الإذاعة والتلفزيون، وأنتم يا مصريين كيف تسمحوا ذلك. يعني ولا يخلط ولا يخلطوا. طيب من بعد كي وصل الجميع نحو الاحتقان، راح مباشرة
بدا كي الشارع لم يستجيب للحرب للفتنة الطائفية والعرقية، راح استعمل مباشرة القوة. ففي 14/8 في الرابعة وتحت رعاية الأمريكان، و16/8 أيضا شاركت فيها مروحيات ورشاشات وجثث مرمية في الشوارع. فض رابعة كان معروف. إذا هذه خطوات الثورة المضادة كنا نهضروا عليها. ماشي الثورة المضادة ماشي قرار تاع مجلس عسكري ولا تاع دولة ولا تاع جيش، هو قرار دولي. كيفاش غادي نفهموا بأنه هو قرار دولي؟ لأنه مركز السلطة هو مركز الهيمنة، يتسمى مركز النظام هو مركز الوصاية. شكون اللي يديه يتحكم في البلد؟ إلا داتها قوة شعبية تحرر البلاد، إلا داتها قوة أخرى ما تحررش البلاد. بمعنى أي قوة بعد أي ثورة أي قوة تدخل إلى المركز من غير الحراك الشعبي فهي ثورة مضادة وقوة احتلال في الحقيقة. لأن الثورة جاية على نظام فاسد، جاية على الاحتلال بالوكالة، يتسمى جاية على عمل تحرري. طاح مركز إلى بقى مركز السلطة فارغ، يتسمى الحراك الشعبي يخرج ممثليه وهما اللي يدوا السلطة، وهذا هو نجاح الثورة. صحيح؟ إذن أي قوة توصل للمركز تعاود تدي المركز، سواء كان مخابرات ولا كان جيش ولا كانت قوة أجنبية ولا كانوا عملاء ولا يعاودوا يدخلوا إلى مركز السلطة، معنى ذلك هذه هي تعتبر قوات احتلال وقوات ثورة مضادة. لأنه أصلا الناس خرجوا باش هما يعاودوا هما يخلقوا النظام تاعهم ويخلقوا السلطة تاعهم ويخلقوا الدولة المدنية تاعهم ويخلقوا الدولة تاعهم الشعبية، ويولوا هما أصحاب القرار وهم يحروا السيادة وهم يشرفوا على الجيش، بحيث أن الإرادة العسكرية تولي من إرادة الشعب وليس العكس. إذن هذا هو المنطق. يعني اللي راه صار عندنا في الجزائر وش هو؟ اللي صار عندنا في الجزائر تمت تحييد بعض الرؤوس، مركز السلطة فرغ. مركز السلطة ما كاش، الرئاسة راحت، المخابرات ما كاش، والدولة العميقة ما راهيش في المركز، باقي غير الجيش، والجيش ما يقدرش يكون وحده في المركز. طيب نوايا الجيش باينه باللي هو راه باغي، يعني الجيش يبغي يكون هو في السلطة، لأنه أي قوة تبغي تكون هي في السلطة. تمام. إذا ماذا يحدث الآن؟ يحدث أنه فيه محاولة لتفتيت الحراك. هل سوف نتوجه إلى السيناريو المصري؟ نحن في خطواته الحقيقة، فمانيش عارف وانت واللي يديك لك هذاك، ومانيش عارف وين الحاجز اللي غادي يوقف عنده الجيش. لأنه الآن رانا نشوفوا كاين اعتقالات، رانا نشوفوا بأنه الدولة العميقة راهي باقية، الخونة ما كاش، تفعيل القضاء ما كاش، اعتقالات، نعم ها اعتقالات، ومن بعد وراه المحاكمات. الأصل في ماذا؟ لما تريد أنت تحيد قوة عميلة ولا قوة مهددة لازم تحاكمها وتجرمها، بحيث أنه القضاء يولي القضاء يسحب منها الصفة الاعتبارية القابلة لممارسة السلطة. ما تشوفوش انتم مثلا واحد يدخل للسجن ولا حاجة شي يديروا له، لازم يفوت على محكمة رد الاعتبار، وممنوع من الدخول في المناصب السيادية والحساسة. هكذا لابد يكون معاهم. دروك انت كي تهضر لي بلي كاين اجتماع مشبوه والتوفيق والسعيد وجماعته، وين راهم هادو؟ وراه المحاكمات تاعهم، وراه اللايف تاع المحاكمات تاعهم، والملفات كلها موجودة، الملفات كلها كاينة. ضف إلى ذلك أنه الآن بدأ التوجه إلى العمل الأمني المحدود. صح ما راش كبير الآن، بصح بدأت الناس معتقلين يمنعهم المسيرات. قال لك لا، الهضره تنطلق باللي لا المسيرات ما تنداش كل يوم، غير الجمعه من الجمعات ولي هضره واحده اخرى. يتسمى راه في محاوله استعمال السلطه لتفكيك الحراك، وهذا نحذر منه الان، لان هذا توجه مباشره الى السيناريو المصري. تشغيل ملف الاقطاب، الجلوس مع الاحزاب، محاوله تشتيت الحراك، اعتقال الشباب، العمل على الوتر الطائفي والعرقي. رانا نشوف الآن باللي البروباغندا هذه راهي تشتغل على هذا الباب، وراه خطير للغاية. الناس راهي تحوس تدير فتنة بين الشعب، والشعب بمكوناته الأساسية العربية والبربرية شعب واحد، لحمة 1000 سنة.
تجي انت تلعب بها وتهضر تهضر على الحركات الانفصاليه وكل شيء، وعاطينهم مساحه، كيما المجلس العسكري عطى مساحه للاقباط، راهم عاطين المساحه للانفصاليين. الماك يهضر كيما بغا ويروحوا يتلاقوا معاه كيما بغا. يعني راه كاين امر يحضر، يعني واضح راه كاين امر يحضر، لابد نكونوا حاضرين له. يعني اذا من هذا كله ماذا نستفيد؟ نستفيد 3 أمور أساسية. الأمر الأول أنه أي قوة من غير القوة الشعبية تدخل الآن وتستولي على مركز صنع القرار فهي ثورة مضادة. الأمر الثاني، وهي ليس فقط ثورة مضادة، هي قوة احتلال. كما هنايا أردوغان لما جاو داروا عليه الانقلاب، الحاجة الأولى اللي هدرها في التليفون واش قال الذين ترونهم بالزي العسكري وسوي الانقلاب وخرجوا أسلحة الجيش ودبابات الجيش، هؤلاء قوة احتلال، لأنهم انقلبوا على الشرعية. الشرعية الآن اللي عندنا احنا في الجزائر وش هي الحراك الشعبي، هذيك هي الشرعية. اللي ينقلب على الحراك الشعبي انقلابي، اللي ياخذ مركز السلطة من غير الحراك الشعبي والقوة اللي يفرزها الشعب أيضا هذا ثورة مضادة وانقلاب. الأمر الثاني هو أنه التوقف عن الحراك الشعبي في هذه اللحظة انتحار بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لابد الآن، لأنه كل هذه الفترة والمركز راه فارغ، والجيش راه يملك، عنده كاع زمام المبادرة، هو اللي راه يملك أدوات القوة. يعني لماذا لحد الآن ليس هناك محاكمة للعملاء، وليس هناك ضبط واسترجاع للأموال المنهوبة والمسلوبة، وليس هناك الآن يعني أي انسداد سياسي في وقت اللي ما كانش هو. يعني ما هو الداعي للانسداد السياسي؟ وراه الداعي. ولماذا شدين هذه الحكومة هذه اللي خرج الشعب يقول لك ودي تسقط حكومة بداوي؟ ولماذا الآن راهم يروحوا مبعوثين سياسيين وخارجيين وكذا باسم حكومة غير شرعية؟ يعني واضح أنه في حالة باللي الحفاظ على الوضع المتعفن، وبأن الجيش أحاد وحيد خصومه، ولكن أبقى النظام بنفس العقلية وبنفس الطريقة التي تمشي بها البلاد. ما الذي يمنعنا الآن الذهاب إلى الإصلاحات؟ ما الذي يمنعنا الآن الذهاب إلى الانفتاح السياسي؟ ما الذي يمنعنا الآن أن الشعب يهيكل نفسه؟ وراه بدا يهيكل نفسه. بمعنى الآن لما نتكلموا على الحل، الآن عندنا 1541 بلدية، 1540 بلدية، كل بلدية تخرج ممثلين تاعها، 1 مقابل 10,000، 1 مقابل 10,000 شخص. بمعنى أنه درنا الحسابات وجدنا أنه مجموع البلديات غادي يخرجون بين 3500 إلى 4000 ممثل. هادو 4000 ممثل هما قوى الشعب، هما السلطة، ويروحوا يلتقوا ويحددوا المطالب ويذهبون بقوة المادة 7 و8 أن الشعب هو يملك السلطة، وأنه هو يملك السيادة كاملة وحده. شوف القانون واضح، والجيش هو اللي صدره واعترف به. قالك 7 و8 هكا تقول باللي الشعب يملك السيادة الوطنية. الشعب وحده، مش المؤسسات هي التي تملك السيادة الوطنية، ليس المؤسسات سواء كانت الجيش أو غيرها. القانون هكا يقول، أن الدستور هكا يقول أنه اللي يملك السيادة الوطنية هو الشعب. دونك من غادي 1541 بلدية يخرج منها الممثلين تاعها ويروحوا مثلا إلى ملعب 5 جويلية في الجزائر العاصمة، لما يروحوا ويتلاقوا هناك وما يخرجوش إلا وعندهم الحل بين أيديهم للأمة الجزائرية. الحل يكمن في تكوين المجالس القيادية، تكوين المجلس الإعلامي، تكوين مجالس العلاقات العامة، والهيئة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، وتحديد التاريخ الرئاسي، تاريخ الانتخابات الرئاسية، وتعطيل الدستور واستنباط 10 مواد فقط إلى 15 مادة بالأكثر، 10 مواد للذهاب بها إلى إدارة المرحلة الانتقالية أو من الوسيطة
لتدار بها عملية انتخابية، يوصل الشعب إلى مركز السلطة، من بعد شي يدير يشكل الحكومة، تشكل البرلمان، ويروحوا إلى بناء الدولة من صياغة فكرة الاستراتيجية ووثيقة المصالح العليا للأمة الجزائرية وصياغة الدستور وكتابة وثيقة الاستقلال. هذا هو العمل التحرري. والجيش يكون هو راعي لهذا، حامي لهذه العملية التحررية. لحد الآن هذا لم يتم، ويحوسوا يردوا المشكلة في الشعب. لا الشعب راه يخدم، الشعب راه يخدم. على دروك الآن تجي تمنع الشعب أنه ما تمنع أولا الطلبة، والحمد لله راهم ولا، وأنصح أنه قدومهم وحراكهم لابد أن يعطوا عنفوان للحراك الشعبي، وإلا حتنتصر الثورة المضادة وغادي نروحوا للسيناريو المصري لا قدر الله. وراني نعطيكم في الحل، راني نقول لك في الحل، وراهم الناس يتخدم. رانا نقولوا على هذه الأمور هذه كحل، غير باش نشرح لكم باللي الناس راه يتخدم، وباللي شوف ما كاش بلدية ما راهيش الآن تجتمع، وما كاش ناس ما راهمش يجتمعوا، سواء برا من خوتكم اللي راهم برا في الجاليات ولا في الداخل. راه الحل راه يتخلق، ومن واجب الشعب أنه يطلب الحل من أولاده، من الشعب. ما يروحش ينشئ حالة سامرية جديدة، يروح هدمنا الكادر ويروحوا واقفين عند الثكنات، أرواح حكمنا. واش من الهبال، هبال هذا. خرج الشعب، حرركم كاع. روح ما تقدرش تصبر على العبودية، جيب الرونجاس يحكم فيك. احنا ما راش ضد الجيش، بالعكس الجيش جيشنا. ونزيدكم حاجة، باللي الشعب هو الجيش، وباللي مؤسسة الجيش هي مفرزة متقدمة من الجيش الكبير اللي هو الشعب. الجيش الجزائري ماشي مؤسسة الجيش وماشي قيادة الأركان، الشعب الجزائري هو الجيش. وهكا كنا في وقت التحرير، ومن هذاك الجيش خرج جيش التحرير الوطني، من بعد لعب في جيناته واخترق، وأدخل في سلبت السيادة، وأدخل في حرب مع الشعب الجزائري، وصلنا اللي وصلنا. لازم نعاود نرجعوا إلى المنشأ. كي تخلط دير ريستارت وولي للشعب. لازم هاد شوف الأفعى اللي راهي في العلبة السوداء لازم تخرج. لازم التأكيد على تفعيل القضاء، التأكيد على أن الشعب هو الجيش، وأن الجيش درع مفرزة متقدمة من الشعب. هذه اللي بده يكون واضح، وأن الشعب هو اللي لازم يروح لمركز السلطة، وإلا غادي يكون انقلاب فقط. فالناس لازم توعى. الناس العاديين كانوا يتكلموا بوعي. بصح المشكل نعم الملعب، نعم ملعب أو حتى مقهى. شوف مقهى يجتمع فيها الشعب، مقهى نقول لك شارع يجتمع فيها الشعب بقوة المادة 7 و8. هذيك المكان يولي مكان دستوري، يولي عنده دستورية أقوى من البرلمان. الملعب هذاك يولي أقوى من البرلمان. لو كان يجتمعوا فيه 3500 إلى 4000 ممثل من كل بلديات. نعاود نكرر، لسنا ضد مؤسسة الجيش، بالعكس الجيش جيشنا، والمجهود الحربي اللي فيه مجهود حربي الشعب الجزائري، والأولاد اللي فيه أولاد الشعب الجزائري. هاد العصابة، كاين العصابة ماشي غير اللي برا اللي راح يحيدها الجيش، كاين أيضا عناصر مخترقة داخل الجيش اللي راهي تحاول الآن تلتف على الحراك، وتحاول أنها هي تروح تستولي على مركز السلطة. الضباط وصف الضباط هادو راهم فاهمين اللعبة، وراهم مع الشعب الجزائري. إذا لابد الحذر، كل الحذر، أنه تختطف الإرادة العسكرية للالتفاف على الإرادة الشعبية. قضية تصدير الشراكة، القضاء قبلها القضاء لا نريد اعتقالات، نريد محاكمات. وإلا دروك هذا الانسداد هذا يتسمى الحراك، لابد أنه يروح للتصعيد شوية. الشعب غادي يكون مضطر أنه يروح للتصعيد. بغيت توصلوا الشعب يروح للإضرابات والاعتصامات، ويروح للعصيان المدني، ويروح للإضرابات، ويروح للمقاطعة، لأنه عنده سلطة الرفض.
إما تخلوا الشعب هو اللي يفرز قاداته ويفرز قوته، وإلا سيمارس الشعب حقه في مقاطعة ورفض كل ما تطرحونه من حلول، وهذا ليس لا في صالحكم ولا في صالحنا، لأنه كاين محاولات الآن تشتيت الحراك وتشتيت حتى الجيش. حفتر في ليبيا ومناورات المغرب والكلام عن داعش وغيرها وبروباغندا والإشاعات، هذه كلها عملية تفتيت وتشتيت. لكن لصالح من؟ راهي كاينة غرفة العمليات راهي تخدم. وباش العدو يكون واضح لكم تماما، دائما هذه الصورة لابد تكون عندكم واضحة. غرفة العمليات التي تسير هنا الشأن الجزائري، انظروا هنا راهي غرفة العمليات التكتيكية اللي شرحناها لكم دائما. كاين الفوق هنا صانع القرار، أمريكا وفرنسا وروسيا وغيرها، وكاين الشركات النفطية الغازية والمعادن، وكاين المراكز البحثية، وكاين هنا غرفة العملية التكتيكية اللي فيها الإمارات والسعودية ومصر وفرنسا وحفتر والمخزن المغربي. وهذه أنا طرحتها لكم من أول الحراك لو تذكرون. فالإمارات راهي تخلط من جهة الإمارات والسعودية ومصر راهم يخلطوا من جهة ليبيا، وفرنسا راهي تخلط في فرنسا وهي تخلط للداخل، والمخزن يخلط لنا في الحدود المغربية، وفرنسا راهي تخلط لتحت على الحدود مع مالي والنيجر وتشاد وغيرها. هذه غرفة العمليات راهي تخدم، وراهي تنتج أفكار، وراهي تصدر حلول، وراهي تضغط على الجيش. لو كان ما يكونش الحراك قوي ويحافظ على العنفوات تاعو، راه الجيش غادي يضعف. لانه كي نقولوا الجيش شكون راهم؟ اللي يعرفوهم اللي حاكمين مصدر القرار. ماش نهضروا على الجنود والضباط وصف الضباط، هذوك ما عندوش قرار. سلطة الجيش معروفة، مركز أخذ القرار في الجيش معروف. هذوك شكون؟ هذوك أشخاص، وهذوك كتجي آلة دولية ويهدوهم. راك تشوف كيما يهدوهم، أودي نشعلوا لكم ليبيا ونشعلوا لكم وإنزالات ومناورات على المغرب والتحتاي مخلطة، ونجيبوا لكم داعش ونجيبوا لكم يخافوا، يقول لك يا ودي نرضوا غير بالاخر، نحافظوا على البلاد، روح حنا ندخلوا المركز بالكش ما نضربوا واحدين ولا حاجه، ندخلوا شويه حبس وكذا، المهم ننقذوا البلاد. ممكن يخموا كيما هاك، لكن هذا شو غادي يردنا؟ هذا غادي يردنا للدوله العسكريه. وغادي كاع هذاك الحراك اللي خرج بيطلب الحريه عاود يولي للصفر. اذا لابد الحراك ان يزيد في عنفوانه، الطلبه ان يزيدوا بالضغط، هم القوه الضاربه وهم اللي غادي يزيدوا عنفوان الشعب. ولابد للذهاب الى تجنب المواجهه والذهاب الى امور تصعيديه سلميه، بمعنى نمارس الحق السلمي في المقاطعة، في الإضراب وغير ذلك. والناس اللي تحت راهي بدأت ترتب هذا، راهي تشوف فيها. فلا بد الآن من حل. طيب راكم تشوفوا هنا هذه الغرفة العمليات ولا المنظومة الدولية، كاين دراسة هذه للراند لعينات ثوريات حركة الشعوب من 1963 من أصل 263 تنظيم ثوري مدخلين معاه حركات وكذا وتنظيمات. من 263 تنظيم ثوري وحركات شعوب، 43% فكوا الحراك بطريقة سياسية بالمفاوضات المبكرة وغير المتكافئة. فكوه شوف باش تبان لكم الصورة. ايوه 43% من هذيك 263 فكوها بالمفاوضات المبكرة وغير المتكافئة، وفتكوها بالتسوية السياسية والترويض السياسي ومشاركة في الحكومات وليس في الحكم،
وبمراحل انتقالية مفخخة، التوريط في الخدمات الاجتماعية وتوريث الأزمات. بمعنى هو شو يقول لك أروح حكم أنت، أيوه يعطيك البلاد كاع مفدقة بها بالأزمات وكذا، وتبدأ الدولة العميقة تحفر لك أنت كيما داروا مع مرسي ولا يديروا مع غيرهم. فهمت؟ هذه بالطريقة السياسية كيفاش انقلاب الناعم على ثورة شعب، أو بالمعاملة الأمنية كما راكم تشوفوا هنايا 40% من المعاملة الأمنية، اختراق تنظيمي، اختراق فكري، اغتيالات، إسقاط الرموز، الإشاعة، البروباغندا، وتقنية الإكراه النفسي. يطول لك هنايا، يطول لك حتى تكره أنت، تقول لك أودي أعطيني غير أي حل، يقول أعطيني أي حل، ومن بعد يجيب لك تهديدات، يجيب لك حفتر منا، يجيب لك مناورات المغربية منا، يجيب لك من تحت، أما تقول بن عمي قلامت، محاينك مشكلة ما يفريها غير الجيش، أي الجيش أرواح أنت أدخل للسلطة، أيوه نبدلوا صنم الكادر بصنم بالعجل، ونروحوا إلى حالة صنمية واحدة أخرى. والمفروض لا يتم العكس، المفروض أنه ترتيب البيت الداخلي، والجيش يقول لهم باللي لابد من بعث الحالة السياسية، والشعب يخرج قوته، وأنا راني حامل الشعب وحامل الإرادة الشعبية. هذه هي الحركة التحررية. و7% كان الحل تاعها معها عسكري، وهذه 10% انتصرت فيها الثورات، ولكن انتصرت وراحت إلى مساحات أخرى. فكم تشوفوا 43% و40% و7%، يعني تقريبا 87% كلها بين حل أمني وسياسي وعسكري. وهذا نفس هذه الكوكتيل هذا هو اللي طبقوه في مصر. وأنا نقولها لكم يعني فعلا راني خايف أنه يطبق عندنا أيضا في الجزائر، لأنه كاينه حاجة لما نقولوا باللي يا ودي المنظومة الدولية كيفاش تخدم، راهي عندها الانقلاب معتمد، راه عندها الخيار العسكري معتمد، راهي عندها حتى الاحتلال معتمد، وعندها قوانين تسيروا. وإلا كيفاش احتلوا العراق، وكيفاش احتلوا أفغانستان، وكيفاش احتلوا بلدان أخرى؟ يعني كاين قوانين دولية تسير هذا الأمر. طيب راكم تشوفوا هنايا مثلا أدوات التغيير عند دول الهيمنة، بالثورات والثورات المضادة، بالإدارة بالإصلاحات السياسية، بالحل الأمني، بالخيارات العسكرية، بالمقاطعة والعقوبات، ولا بالإدارة الثلاثية كما مصر داروا فيها ثورة مضادة وإصلاحات وحل أمني ومقاطعة عسكرية. الانقلاب هنايا يكون على معتمد دوليا في 3 محاور: ضد الخيار الشعبي، ضد عنصر متمرد داخل نفس المنظومة الدولية كما صدام، ولا ضد عنصر متمرد خارج المنظومة كما كوريا الشمالية وهتلر كما داروا في الحرب العالمية الأولى والثانية. طيب هذا ما ندخلش لأنه قلت نديرها في لايف واحد آخر نولي. إذن يا جماعة الخير، الآن فعلا لابد الحراك أنه ينتج قيادته، ينتج مركز قيادته، وتبدأ يعني تطوير نموذج الحراك وترقيته إلى ممارسة السلطة، وإلا سوف نغري القوى الكبرى والقوى المتربصة. وفرنسا الآن راهي بدأت تشكل، وعندنا معلومات أنها شكلت حكومة انتقالية واجدة عندها، لكن راهي باغية تدير له ظهير سياسي وظهير شعبي، وتضغط على قيادات الجيش، مش الجيش، على قيادات الجيش أنه يقبل بهذا الحل. وضعف الحراك لا قدر الله غادي ربما ما يعطيش القوة التفاوضية حتى للجيش، يعني ما يعطيش القوة التفاوضية، ما يقولش لا ما نقدرش نديرها، الشعب راه نايض، الشعب راه واقف، راه مفعل الرقابة الشعبية، ما نقدرش نديرها. إذن سنقاوم إلى آخر لحظة، ونتمنى أنه الناس في الجيش يكونوا عقلاء، ويكونوا فاهمين اللعبة، أنه هناك قرار دولي لتفكيك الجيش نفسه وتفكيك الدولة الجزائرية. سمعتها بودنية من الكوندوليزا رايس، قالت لهم باللي الجزائر كبيرة على الجزائريين، بزاف علينا، حاسديننا حتى في البلاد، وباللي تفتيت الجزائر يقتضي وجوبا تفتيت الجيش الجزائري. فلا يسقط إخواننا في الجيش أنه يروحوا
يعتدوا على الجيش، على الشعب الجزائري، لأن بعدها راه جاي تفكيكهم هما. ولكم العبرة في العراق، راكم العبرة في العراق. اللي حمل، اللي دافع عن العراق هو الشعب العراقي. فكوا الجيش في 40 يوم، في 40 يوم فكوا الجيش، وعندهم القدرة على تفكيك الجيوش. وراني نقول لكم هذا الكلام وعلى بالي باللي أغلبه صادم، لكن هذا التخوف لابد أن تسمعوه، ولابد هذه التجربة تكون حاضرة أمامكم، لأنه الله غالب عندنا غير بلادنا، وبلادنا راها في خطر. شكرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى يحمي الجزائر، وننتظر أن الشعب الجزائري يبدي وعيا أكبر ويتحرك بطريقة أذكى، وإن شاء الله ما يكون غير خير. نتمنى الأفضل ونستعد للأسوأ. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.